السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عشاق الشيف منصور في كل مكان، يا رب تكونوا بخير وبصحة دايما. النهاردة عشان ما اطولش عليكم هنعمل أجمل مكرونة بشاميل باللحمة المفرومة خطوة بخطوة زي ما حضراتكم شايفين. ده نص كيلو من اللحمة المفرومة. أول حاجة هنعملها نحط المكرونة بتاعتنا، أي نوع مكرونة بنحبه، نص كيلو مكرونة بالمنظر ده هنحطه يتسلق لمدة 10 دقايق، وهنبدأ نعمل المكونات بتاعة البشاميل خطوة بخطوة. خليكم معايا نبدأ بسم الله. هنا نزلت بالمكرونة هسيبها تتسلق، وهنبدأ بالخطوة التانية لعمل اللحمة المفرومة. هنجيب سمنة بلدي معلقتين بالظبط وهنولع عليهم، ومخرط بصلة هنزل بيها دلوقتي. زي ما حضراتكم شايفين دي واحدة من البصل متخرطة بالمنظر ده، وهنخليها تاخد لون بسيط وننزل باللحمة بتاعتنا. دي الطريقة المظبوطة لعمل أجمل صينية مكرونة بالبشاميل. زي ما حضراتكم شايفين هتاخد اللون البسيط ده، وهننزل باللحمة بتاعتنا. وأهم حاجة نخليها تاخد البصلة كلها بأي شوكة موجودة عندنا، ونعمل بالمنظر ده مع التقليب. هنا اللحمة هنخليها تطيب كمان شوية، ويلا بينا نعمل البشاميل. زي ما حضراتكم شايفين انا عشان ما اطولش عليكم نزلت ب5 معالق سمنة بلدي لطريقة عمل البشاميل. 5 معالق سمنة بلدي، وهننزل ب4 معالق من الدقيق. هنا 4 معالق من الدقيق على 5 معالق من السمنة البلدي زي ما قلت لكم، والتقليب بسرعة جدا بحيث ما تعملش الكتلات بتاعة الدقيق. زي ما حضراتكم شايفين لازم تبقى سايلة خالص. وبعدين هننزل بلتر من الحليب. من الأفضل يكون الحليب البلدي بتاعنا مع السمن البلدي، يا سلام. دي البشاميل الصحية اللي بنعملها في البيت من غير ما نشتريها جاهزة. يبقى معايا المكرونة بتتسلق واللحمة بتستوي، وهنا بنجهز البشاميل بحيث كله بيكون جاهز مع بعضه، ونحطه في الصينية مع بعض. هنزل بلتر حليب دلوقتي. اول ما تاخد اللون البسيط ده هنزل دلوقتي بلتر حليب واحده واحده. بسم الله. زي ما قلت لكم المكونات في البدايه نص كيلو مكرونه على نص كيلو لحمه مفرومه. وزي ما حضراتكم شايفين دي البشاميل بتاعتنا بنجهزها، وهننزل بحبة من الفلفل الأسود دلوقتي، وملح مع حبة بسيطة من الشطة مفرومين مع بعض. نص معلقة فلفل أسود على ملح بشطة، ونقلب كويس جدا. يبقى نقول تاني 5 معالق من السمنة البلدي، ولتر من الحليب على ملح بشطة على فلفل أسود، وطبعا ما ننساش 4 معالق من الدقيق عشان تدينا النتيجة اللي هتشوفوها دلوقتي. وهننزل بواحدة من الموتزاريلا على 4 حبات من الجبنة الموتزاريلا اللي هي طبقات، هوريها لكم دلوقتي.
وطبعا على حسب الرغبة، لو عايزين تضيفوا جبنة رومي من اللي هي الصفرة عادي مفيش أي مشكلة. هرجع للحمة بتاعتي المفرومة وهنزل بالتوابل بتاعتي، نفس التوابل اللي حطيتها، بس هنضيف السبع بهارات في اللحمة. هننزل دي كلهم على بعض، 7 بهارات، ملح بشطة وفلفل أسود، هنضيف كمان شوية يعني معلقة ونص من التوابل لنص كيلو لحمة مفرومة كويسة جدا كده. اللحمة زي ما حضراتكم شايفين منظرها خلاص قربت تجهز، وهنبدأ نصفي المكرونة بتاعتنا خلاص جهزت. هنا على البشاميل هنزل بالموتزاريلا، واحدة من الموتزاريلا، ونقلب كويس جدا. وبعدين هنزل بطبقات الجبنة، طبعا دايما موتزاريلا بس جبنة بالمنظر ده، جبنة عادية خالص هننزل بيها كده، كله هيدوب مع السخونة والتقليب كويس جدا. ده القوام المطلوب بتاع البشاميل. انا ضفت لها حبة بسيطة من المية بتاعة المكرونة حتى وقعت مني كام مكروناية، مش مشكلة، كده كله هيتضاف على بعضه دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين. يعني واحدة بالحجم ده من المية بتاعة المكرونة. هنا زي ما حضراتكم شايفين دي النتيجة اهي. هرجع للحمة بتاعتي عشان اضيف لها معلقة او معلقتين من الصلصة. هنا معلقة 2 من الصلصة، ونقلب كويس بحيث تديها لون بسيط احمر جميل. هنا ما اقولكمش الريحة عاملة ازاي. يبقى المكرونة صفيتها واللحمة خلاص جهزت معايا والبشاميل جهزت، مش فاضل غير نضيف المكونات بتاعتنا كلها في الصينية ونحطها في الفرن ونشوف النتيجة مع بعض. خليكم معايا خطوة بخطوة، اوريكم طريقة حط المكرونة خطوة بخطوة في الصينية دلوقتي عشان تديكم النتيجة المظبوطة. اول حاجة هنعملها نجيب الصينية بتاعتنا وننزل بالبشاميل كمية بسيطة بالمنظر ده، وهننزل بالمكرونة. هنا هنزل بشوية من البشاميل واقلب كويس جدا، وبعدين ننزل في الصينية عشان تاخد شوية من البشاميل قبل ما نحطها. ده المنظر بتاع المكرونة، هننزل بيها في الصينية كلها دلوقتي. هنا نزلت بالمكرونة وخليت كمية بسيطة عشان انزل باللحمة بتاعتي بالمنظر ده، وهنغطي المكرونة كلها. من الافضل يكون نص المكرونة، معلش قلت لكم في الاول هنضيفها كلها، بس من الافضل نصها وبعدين هنضيف الباقي فوق منها بالمنظر ده. هنا بعد ما ضفت اخر كمية من المكرونة هنزل بباقي البشاميل كلها، هغطي المكرونة والصينية بالكمية كلها بتاعت البشاميل اللي عملتها قدامكم. وبعدين هنولع الفرن على 180 درجة فوق وتحت، ونخليها لحد ما تاخد اللون البسيط الاحمر، يعني حوالي ربع ساعة بكتيره. هنا اهو نحاول نعملها بالمنظر ده بحيث تشرب البشاميل كله. خليكم معايا لحد ما تطلع من الفرن واوريكم النتيجة. ودي كانت النتيجة بتاعت النهاردة، أجمل بشاميل من الشيف منصور عز عشان كل عشاق المطبخ والأكلات المصرية والإيطالية مع الشيف منصور. هنقطع حتة مع بعض دلوقتي وأوريكم المنظر والجمال عامل إزاي وأقدمها لكم في طبق. يلا نشوف النتيجة مع بعض. ده المنظر بعد ما طلعت من الفرن دلوقتي الصينية كلها. وما تنسوش بعد إذنكم لو عجبتكم الطريقة والفكرة تكتبوا لي في كومنت رأيكم، وتفعلوا الجرس لو مش مشتركين في القناة عشان يوصلكم كل جديد إن شاء الله نعمله مع بعض، واللايك. شكرا لكم جميعا على المتابعة الجميلة. يلا نشوف النتيجة من جوه عاملة ازاي. بسم الله.
ده كان طبق وأكلة النهاردة، صينية البشاميل بالمكرونة واللحمة المفرومة. كل الخطوات عملتها قدامكم خطوة بخطوة. أتمنى يكون عجبكم فيديو النهاردة، انتظروا إن شاء الله المزيد. شكرا لكم على المشاهدة الجميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.